تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحديث جمع بين النجم محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري خلال حفل سحور للمنتج الكبير محمد السعدي. وظهرت في الفيديو ياسمين صبري وهي تتحدث لمحمد رمضان في حضور محمد السعدي قائلة: مبروك، وحشني يا ابني. ليرد عليها رمضان قائلا: يا ابني انت مجنونة ولا ايه؟ تعجبت ياسمين من طريقة محمد رمضان وقالت: ايه ده؟ ثم تركت المكان وذهبت بعيدا رفقة محمد السعدي. وبدت على وجهها علامات الغضب من موقف محمد رمضان وردة فعله عليها. ورصدت الكاميرات ياسمين صبري وهي تغادر السحور وظهر على وجهها علامات الغضب، مما جعلها تنفعل على المصورين قائلة: سيبوني في حالي بقى يا جماعة، أنا تعبت. وجاء أول رد فعل من محمد رمضان على مشادته الكلامية مع ياسمين صبري صادم، وهو أنه أعاد نشر مقطع الفيديو على حسابه على إنستجرام الذي ظهر فيه وهو يقول لياسمين صبري: أنت مجنونة ولا إيه؟ وكان تعليقه بأغنية مافيا في الخلفية، والجزء اللي بيقول فيه: الناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها، مما جعل الجمهور في حالة ذهول وصدمة من رد فعله، خاصة وأنه تجمعه علاقة صداقة بالفنانة ياسمين صبري، وتعاونوا سويا من قبل في أعمال فنية حققت نجاحا كبيرا. أثار الموقف المحرج الذي وقع بين محمد رمضان وياسمين صبري جدل واسع على السوشيال ميديا، مما دفع الجمهور للبحث عن تفاصيل ما حدث بينهما.